وتعالوا كده نكمل مع بعض التأسيس اللي قلنا عليه من الصفر، وخدنا في الحصص او في الحلقات اللي فاتت بعض الحاجات. تعالوا كده ناخد في الحلقة دي حاجة مميزة شوية. هنقول ان اي جملة في الانجليش لازم تبدأ بالفاعل، تبدأ بحاجة اسمها السبجكت اللي هو الفاعل. طيب السبجكت ده ممكن يكون اي شكل من الاشكال، ممكن يكون اسم او ضمير، يعني ممكن يكون اسم، ممكن يكون ضمير زي ما احنا قلنا. طيب هو الضمائر احنا قلناها اللي هي ضمائر الفاعل، الاي انا، اليو انت، الوي نحن، الذاي هما، الهي هو، والشي هي، والات هو او هي الغير العاقل. طيب الاسم ده بقى ايه الاسم؟ الاسم هو عبارة عن اسم انسان، اسم انسان زي محمد واحمد وخليل او محمد. ممكن يكون اسم انسان زي مثلا بوي، ممكن اسم حيوان زي كات، ممكن نبات زي مثلا رايس او فلاور الى اخره من الاسماء يعني. ممكن جماد نقول تشير، الكرسي، جميل جدا. يبقى انا عندي محمد، بوي، اي اسم من الاسماء ممكن ان انا احطه كفاعل الجمله، ممكن احط ضمير ينوب عنه زي الضمير اي او يو او وي او ذاي او الهي او الشي او الات. خلاص كده، يبقى ده برضو جزئيه بسيطه وجميله نقدر ان احنا نتعامل بيها في بناء اي جمله او نقول اي جمله في اللغه الانجليزيه. شكرا، ونلتقي في الحلقه السابعه.